السلام عليكم. انا ماشي والله في سانسيرو يا جماعه، وسانسيرو اشهر مكان فيه مصريين، ويعتبر اكتر منطقه في اوروبا كلها فيها مصريين. سانسيرو في ميلانو. الراجل ده بيجيب شغل للناس، وعشان كده قررت اعمل الفيديو. عنده مكتب كاف وبيحجز تذاكر طيران كاف الجندي. وبيجيب كمان شغل، والناس اللي معاه دول بيقولوا ايوه هو جاب لنا شغل في النظافه، فاي حد محتاج شغل. وأي حد بنات عاوز يقدم وبنات عليه. وشباب. شباب بس. شباب بس، يعني انت أيوة. بتجيب شغل لاي حد. ايوه. الشروط ايه بقى؟ الشروط يكون مع البريميسو الاصفر. معاه ريزيدنسا ومعاه زبيطه، بننزله شغل تاني يوم على طول. وانت بتاخد ايه؟ بتستفاد ايه؟ بس استفدش اي حاجه، بساعد الناس. يعني انت ما بتاخدش منه نسبه ولا اي حاجه على مرتبه؟ الناس اللي جنبك دي كلها جبنا لهم شغل، ولا خدنا اي حاجه من مرتبهم ولا اي حاجه. الراجل ده جاب لك شغل بامانه؟ بص اقول لك على حاجه، انا ما اعرفكش ولا اعرفه، بامانه حصل. خد منك كام؟ ما خدش حاجه. ونزلك شغل بعد قد ايه؟ نزلني شغل على طول. وانت؟ والله حصل، نزلني شغل على طول. والله حصل، ما خدش ولا باريزه ولا ربع بمرتبات جنيه. كويسه؟ كويس. تشتغلوا في النظافه؟ في النظافه. بينزلكوا الساعه بكام؟ الساعه ب 7 يورو. ده اللي ماشي عند الناس كلها. دي اللي ماشي اليومين دول معانا، يعني 7 يورو كده. طب انت اسمك ايه ومنين، ومكتب الكاف بتاعك بيعمل ايه، وبتساعد الناس ازاي؟ مكتب الكاف بتاع احمد الجندي بتاع اخويا، وهو احمد الجندي بيخلص كل حاجه، وانا اخوه محمد الجندي شغال معاه برضه. طب انت بتقدم خدمات ايه هنا للمصريين، بس الحاجات الحنينه للناس الغلابه يعني؟ اي حد عاوز يقدم على شقه بنقدم له على شقه، بنسيبوش غير اما يستلم. اللهم حد عاوز سكن بنوفر له سكن، حد عاوز يعمل زبيته بنعمل له زبيته، مع التجديد بنعمل له مع التجديد. كل حاجه بنعملها. كل حاجه؟ كل حاجه. يعني من الصبح لو ناس كتير بعتت لك على الواتساب على الرقم بتاعك يشرفونا هنا ونعمل لهم اللازم كله ان شاء الله. بصوا يا جماعه، رقم الواتساب عشان اي حد محتاج شغل في ايطاليا كلها وهنا في ميلانو. الشروط هو قالها: ريزيدنسا ايوه. وزبيته وزبيتا ومعاه بيرمس البرميسو الاصفر بيكون سعر. او الابيض عادي. الابيض عادي. الابيض عادي بس عدى 60 يوم. اللي هو فتره السماح بعدها الشغل. ايوه. الابيض وعادي لو عدى عليك 60 يوم لو معاك الابيض. الاصفر رقم الواتساب اللي هتبعته عليه 33 88 34 99 64، وعنوانه هنا سانسيرو. ممكن تقول عنوانك؟ سانسيرو بيتسلسل ننت تري. وانا برضه هكتب لكم العنوان على الشات. تحبوا تقولوا حاجه؟ الله يبارك لك. يا راجل كويس. كويس بامانه. بامانه. احنا شرف لينا إيه؟ إن إحنا كل سنه وانتم خدناك طيبين. حبيبي. انا كنت جاي اعمل ورق هنا والله. والله جاي اعمل جاي اعمل ورق عندنا والله. الراجل ده والله. ياخد ميعاد، قعدت 6 شهور ما حدش جاب لي ميعاد الا هو هيجيب لي ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك. ان شاء الله شهر ولا حاجه هنوفر شغل في المعمار برضه. وانت انا جاي هنا ابن ليه؟ عمي شغال معانا برضه. بتعملوا هنا في المكتب؟ والله اي حاجه ناس محتاجه احنا رقبتنا. حد أقسم عاوز بالله. كارت البنك، أي كارت حاجة. البوسطه، يعني على قد ما بنقدر بنحاول ونجيبها له. انا اساسا ضروري. ماشي. انا هقول لكم على حاجه، انا ما بعملش اعلانات لاي كاف نهائي. أيوة. نهائي، لان الحاجات دي انا بخاف منها عشان النصب والاستغلال. انا ماشي في الشارع، الراجل والله العظيم بالصدفه، عشان ما حدش يقول ده اعلان، ده مش اعلان. هو قال انا بجيب شغل للناس، فطالما الراجل هيساعد الناس في شغل، دي حاجه كلنا بندور عليها. فانا مش هتاخر في اي حاجه فيها خير ليكم، عندنا أستاذ حليم من غير ما إحنا اسال الناس سمعتنا تجرب بقى، شبان. من غير ما اسال الناس تجربكم. وابونا بقاله 30 سنه هنا في خدمه الناس، مشاكل يحلها. اي حد محتاج حاجه، ابويا الحاج مسعد الجندي في خدمه الناس هنا، واحنا في خدمه الناس. هنزل لكم عنوان المكتب. بتفتحوا كل يوم؟ بنفتح كل يوم من الساعه 9 الصبح ل 9 بالليل. حتى يوم الاحد؟ يوم الاحد برضك بنفتح من 9 لحد 5. هنزل لكم عنوان المكان على الشاشه دلوقتي، وكمان رقم التليفون. رقم التليفون تاني واتساب 33 88 34 99 64. شكرا جدا لحضراتكم. السلام عليكم. شرف لنا ان احنا بننافس حاليا. اكتب لي بس شرف العنوان. لنا والله.